السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم. معكم علي أطامش وبداية الخلق وقصص الأنبياء. نبدأ من السنة. جاء وفد من اليمن للرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، جئناك نفقه في الدين ونسألك عن أول الأمر. فرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء. فنعرف هنا إن أول ما خلق ربنا الماء، وبعدين خلق العرش على الماء. من القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. يبقى أول ما خلق الله الماء، ثم خلق العرش على الماء. بعد كده خلق القلم وأمر القلم يكتب، فكتب مقادير كل شيء من يوم الخلق إلى يوم القيامة. بعد كده خلق الله الملائكة لعبادة الله ولتنفيذ أوامره ولخدمة الله عز وجل. هنا أن ربنا خلق الماء، ثم العرش، ثم القلم، ثم الملائكة، ثم السماوات والأرض. بدأ ربنا خلق الأرض قبل خلق السماء. فربنا بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. بدأ ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بخلق الأرض الأول. الأساس خلقها في 4 أيام. قال لنا سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل خلق عليم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. الأرض خدت من ربنا سبحانه وتعالى في بنائها وإنشائها الكامل بكل ما فيها 4 أيام. ثم استوى سبحانه وتعالى إلى السماء وهي عبارة عن دخان غبار، فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. جم مطيعين الأرض والسماء. فخلق الله سبحانه وتعالى السماوات ال7 في يومين. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. صدق الله العظيم. يبقى كده إنشاء الأرض والسماء خد من ربنا سبحانه وتعالى 6 أيام. الأرض 4، السماء 2، ثم استوى على العرش. ربنا سبحانه وتعالى عن خلق السماوات والأرض في القرآن بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. فآية تانية: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ما تعبناش. عشان في ناس تانية في ديانة تانية بيقولوا الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام وتعب في اليوم ال7 فاستراح. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وبكده تبقى انتهت حلقة النهاردة. لو الموضوع عجبك لايك وشير عشان الناس تعرف أصل الحكاية. والسلام عليكم ورحمة الله.